هنعمل أحلى طاجن بطاطس بالبصل واللحمة، أحلى من المحلات، وهتعمليه في البيت بنص التكلفة وبريحة جبارة، وهيدمنوه هيطلبوه منك على طول. أول حاجة هنعملها هنغلي مية ونحط فيها نص كيلو لحمة، دي لحمة انتر كوت، وحاطة فيها حبهان مطحون، السبع بهارات، ورق لورا، بصلاية مقطعاها 4/4، وهسيبها تتسلق حوالي 10 دقايق ربع ساعة بس. بعد كده هجيب صينية معايا أو طاسة، حط فيها حوالي 3 أو 4 معالق زيت، هطلع فيهم اللحمة اللي أنا اديتها غلوة يعتبر مش سلقة، حوالي 10 دقايق على النار. هنزلها في الزيت وهشوحهم بالتوابل. ليه بشوحهم في التوابل؟ هتديني شكل حلو قوي للحمة، وهتديني ريحة جبارة للطاجن وطعم حلو جدا. اول نوع من التوابل هحطه طبعا بمعلقة التوابل، وهو الريحان. الريحان حلو جدا يا جماعة وبيدي طعم حلو قوي. بعد كده هنزل حوالي معلقتين من السبع بهارات، معلقة من الفلفل الاسود، عايزين تحطوا اي نوع تاني من التوابل اللي بتحبوها حطوا عادي. انا هحط حبهان مطحون، ده بيدي ريحة وطعم بقى ايه جبار. وهحط حوالي معلقتين كبار من البابريكا، بتدي لون وطعم حلو جدا. اللي عايز الطاجن ده سبايسي يقدر يحط معلقة شطة او يقطع قرن فلفل. بعد كده هبدأ أشوح اللحمة بتاعتي بالتوابل، وهتشمي وقتها ريحة ما شمتيهاش قبل كده، ريحة حلوة جدا جدا جدا. أبدأ أشوحهم مع التوابل في الزيت، مش هحط معاهم أي حاجة تانية دلوقتي. هبدأ أشوحهم لغاية ما اللحمة بتاعتي تاخد لون، وأبدأ أشم ريحة تحميصة التوابل معايا. هنبدأ نشوحهم. عندكم التوابل حب زي حبهان، حب ورق لورا، حب حطوا، والزعتر والروزميري يا جماعة لما بيتحمروا مع اللحمة بيدي حلو قوي طعم ولون. اهو اللحمة خدت لون معايا حلو جدا جدا. هبدأ انزل عليها حوالي 3 بطاطس كبار مقطعهم طرنشات، وبصل مقطعاه جوليان زي ما انتوا شايفين كده. جوليان يعني زي البصل بتاع السلطة. وهبدأ انزل البطاطس بتاعتي واقلبها مع اللحمة والتوابل. هما مش كمية كبيرة، تقدري طبعا تزودي الكمية حسب أفراد عيلتك. أنا نزلتهم أهو. طبعا مش هننزل التوم، حوالي معلقة توم كبيرة أو حوالي 6 7 فصوص توم متقطعين. هبدأ أعصر حوالي نص كيلو طماطم معاهم كوباية مية، نعصرهم كويس قوي، وهنزلهم على صينية البطاطس بتاعتي بالبصل، وابدأ اقلبهم كويس قوي مع التوابل. ابدأ اقلب فيهم. انا لغاية دلوقتي ما حطيتش ملح خالص. هبدأ بعد كده احط الملح بتاعي بعد ما اقلب البطاطس بتاعتي بالبصل واللحمة. هحط حوالي 3 معالق من الملح، هم بمعلقة التوابل، انا ما بستخدمش طبعا معلقة الطعام في الاكل. اهو هبدأ انزل حوالي 3 معالق، وابدا بقى انزل الشوربه بتاعتي. دي فايده ان انا سلقت اللحمه بتاعتي او اديتها غلوه في الميه والبصل والتوابل. فدي فايدتها ان انا باخد الشوربه بتاعتها بنزلها واسيبها تاخد غلوه على النار حوالي 10 دقايق، طبعا على نار وسط، وهكون مغطيه الصينيه بتاعتي. هسيبها حوالي 10 دقايق ربع ساعة على النار كده، تقل الصلصة بالشوربة شوية وتاخد طعم. طبعا دي فايدتها ان هي بتقلل من وقت الطاجن في الفرن، وبتسرع لنا من الأكل. مش عايزة تقدري تحطيها على طول في الطاجن. كده هحطها خلاص على النار اهي. خلاص كده انا ما سبتهاش كتير، حوالي 10 دقايق. هبدأ اجهز الطاجن بتاعي وانزل عليه البطاطس، ونزلت بعد كده اللحمة، ونزلت الصلصة، وحطيت على الوش معلقتين زيت. هيخش الفرن لمدة تلت ساعة على نار على درجة حرارة 200. مش هتحتاجي شواية، مش هتحتاجي شواية خالص، والريحة هتبقى جبارة وحلوة جدا جدا جدا. شايفين انا لسه مطلعاه من الفرن حالا. مش قادرة اقول لكم الريحة، ريحة البصل مع الفلفل مع تشويحة التوابل والبطاطس، وطبعا الطاجن بيدي طعم وبيدي ريحة. يعني الاكل في الطاجن ده مزاج. اتمنى تكون وصفتي النهاردة عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم. انا فاروق.